مستحيل وبعدا عن المنة أن نرى كشعب جزائري كحكومة جزائرية أن نرى أشقائنا أنتم في شدة في محنة في نكبة وأن لا نهب إليكم بهذه المساعدة التي ستأتي بعدها مساعدات إن شاء الله في سرب من الطائرات سيأتي تباعا إلى سوريا. هذا الوفد الأول. نحن في الجزائر لنا شعار دائما نقوله: نحن نفعل ولا نتحدث. لا جديد فعليا هذا الأمر على دولة الجزائر الشقيق بلد المليون شهيد. بالتأكيد هنالك حزن فعليا وهنالك الأنظار في الجزائر تتجه نحو سوريا وحلب. صف لي المشهد قبل أن الشعب الجزائري كله بعد أن طلعت أخبار في زلزال مدمر قوي جدا في تركيا وسوريا، أول طائرة تصوروا غادرت من مطار بوفاريك بضواحي العاصمة العسكري نحو تركيا، الشعب الجزائري كله كان يتحدث عن سوريا سوريا سوريا، لكن الطائرة الثانية كانت تحذر. رسميا لم يتم إيداع الخبر، لكن بمجرد أن تم إيداع الخبر مشاعر من الفرحة من الرضا لمغادرة الطائرة الجزائرية نحو سوريا. الشعب الجزائري كله قلق ومتضامن جدا مع الشعب السوري في محنته. شكرا. الجزائر أول فريق إنقاذ يصل إلى سوريا. وصل فريق الإنقاذ الجزائري أمس محملا بالمساعدات لسوريا، وغادر فريق من جهاز الدفاع المدني الجزائري البلاد مساء الاثنين متوجها إلى سوريا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة إثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد. وأشرف وزير الداخلية إبراهيم مراد على العملية تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري. ويتكون الفريق الجزائري من 86 عنصرا مجهزين بمختلف المعدات اللازمة للتدخل والبحث تحت الأنقاض. من جهة أخرى أشرف مراد رفقة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي على شحن مساعدات إنسانية إلى سوريا وتركيا بحمولة تقدر ب 210 أطنان.